عمرك حسيت انك خايف من حاجة انت اصلا مش عارفها؟ كتير بيحصل كده. كتير بنخاف من حاجات احنا اصلا مش عارفينها. انا داليا وهبي وانتوا بتسمعوا بودكاست على الكنبة. خوفنا من المجهول هو احساس عادي جدا وطبيعي جدا وبيحصل لاي حد، انما نقدر علشان نتغلب على الخوف من المجهول ده اول حاجة لازم نعملها احنا نعرف الاسباب. لما نعرف السبب دايما نقدر نحل. الحاجات اللي احنا اصلا ما نعرفهاش هي بالنسبة لنا مجهول، وبالتالي ممكن يتولد منها إحساس بالخوف. يعني مثلا لو بدأنا مشروع جديد أو بدأنا دراسة جديدة أو هنعمل حاجة مختلفة إحنا مش عارفينها لسه أول مرة ناخدها، ده هيخلي عندنا إحساس بالخوف من إننا نفشل، وبنبدأ نفكر يا ترى هعمل إيه؟ يا ترى هقدر أكمل الكلام ده؟ يا ترى لو حصل الموقف اللي أنا مش عارفه ده هتصرف فيه إزاي؟ خوفنا من الفشل هو جزء أساسي جدا من خوفنا من المجهول. لو سافرنا دولة احنا مش عارفينها ودي أول مرة نروحها أو أول مرة نزورها، لو رحنا أماكن وشوارع ما مشيناش فيها هنلاقي بيحصل عندنا حالة قلق، لأن احنا مش عارفين، بنخاف لحسن نضيع أو نتوه. ده كمان بيعمل لنا شعور بالخوف والقلق. خوفنا من الضياع أو التوهان ده جزء تاني من خوفنا من المجهول. لو اضطرتنا الظروف ان احنا نروح دولة مثلا مش مستقرة، مثلا يعني فيها حروب او مدينة فيها مخاطر، يعني فيها سيول براكين، طبيعتها مش ثابتة، فيها اشخاص غريبين الاطوار، كل ده بيخلق عندنا نوع من انواع التوتر، لان احنا مش عارفين احنا هنواجه ايه. يا ترى لو حصل سيول انا هعمل ايه؟ يا ترى لو حصل فيضان هتصرف ازاي؟ ما هي كل دي تجارب غريبة عليا، وكل دي مخاطر انا خايف منها. خوفنا من المخاطر هو جزء تاني من خوفنا من المجهول. لو تحطينا في اي مواقف وحسينا ولو شوية ان احنا بنفقد السيطرة على الموقف، هنلاقي تلقائي اتولد عندنا جزء كبير جدا من القلق والخوف، لان الواحد مش بيكون متعود ابدا على انه يتحط في مواقف ويفقد السيطرة فيها. فقدك للسيطرة بيخليك دايما خايف من الخطوة اللي انت مش عارفها. العلماء قالوا ان الخوف من المجهول فيه جزء شوية وراثي، بس طبعا ده لما بيتحول الموضوع لموضوع مرضي. يعني لو حد من الام او الاب عنده الموضوع ده بشكل زيادة ممكن ينتقل للولاد بشكل وراثي. الموضوع اكتر ليه علاقة بكيمياء الدماغ وبالعوامل الوراثية شوية من الناحية العلمية. خوفنا من المجهول هو احساس طبيعي. انا بحس ان احنا اي حاجة مش عارفينها طبيعي جدا اننا نخاف منها. اللي بيتعرف على بني ادم جديد لسه داخل حياته برضو بيبقى عنده احساس بالخوف من الشخص ده لانه مش عارفه، لغاية لما الدنيا تمشي شوية وتبدأ الصورة تتكون. فهو احساسنا بالخوف ده احساس طبيعي جدا من كل الحاجات اللي احنا ما نعرفهاش. حلو اننا نعرف اسباب الخوف ايه، بس حلو كمان اننا نعرف ازاي نتغلب على الخوف. ده اللي هنسمعه المرة الجاية.